الزمالك يفوز على قارئ الأهلي 1-0 ويحصد 3 نقاط مهمين في الصراع الدوري. بس قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك بأداء سيء يفوز على البنك الأهلي 1-0 العنيد. الصراحة البنك الأهلي قدم مباراة رائعة، وقبل كده مقدم مباراة رائعة بفوز على الأهلي 4-3. انما الزمالك قدم مباراة سيئة جدا من اول التشكيل. المدرب قلب في التشكيل كتير، اللعيبة نازلة الملعب استهتار ودلع وتراخي بطريقة فظيعة. سوء اداء بعض اللعيبة اللي هي مش بتستهتر، يعني اللي مش معروف عنها الاستهتار ولا الدلع، زي عبد الله السعيد. كان اداؤه سيء جدا، اسوأ مباراة لعبد الله السعيد. لكن برغم من كده عبد الله السعيد قائد في الملعب، بدافع بيهاجم، قائد. اداء سيء بس في روح، في روح. بيتكلم مع اللعيبه، بيتكلم مع الحكم لما يشوف ان هو ظلم. في حقيقة الحكم السيء بصراحه، كان الحكم سيء واخطاء كتير علينا وعلى البنك. يعني الطرد بصراحه أنا مش مقتنع بيه. اسامه فيصل مش يستحق الكارت التاني بصراحه من وجهه نظري. يعني هي الكرة عبد الله السعيد شاطها من قدام بس ممكن يقع عادي، مش فيها سيميليشن يعني زي امام عاشور في الاسماعيلي. هي دي اللي كان فيها سيميليشن، اللي عايز ضربة جزاء يعني دي اللي كانت انذار رسمي فهمي نظمي بصراحة. انما الحكم كان سيء على الفريقين، يعني في كورات كتيرة مش فاولات يحسبها فاولات، كور كتيرة فاولات واضحة كده برضو ما حسبهاش. الحكم كان سيء بصراحة. الزمالك كان سيء جدا. فينش غ... سيء رديء. فينش رديء يعني من لعيبة كتير. احمد حمدي كان الشوط الاول ضايع، الشوط التاني كان متألق مش عارف ازاي على ما دخل الماتش يمكن. عشان كده خد جايزة احسن لاعب في المباراة المان ماتش. زيزو أداؤه كان ياخد 5/10 يعني، شوية تألق شوية. إبراهيم سعيد أبو توكا طالع بيهاجم، هو خلص هجوم على شيكابالا، دلوقتي بيقول لك زيزو ما بيعملش حاجة في الملعب. أنت مال؟ بلاش أغلط، خليك في كبرياتك، خليك في حياتك ماشي، مش لك دعوة. اليوم احنا عاجبيننا زيزو وعجبنا شيكابالا، مالكش دعوة بأي حد، خليك في اللي يخصك تمام. انت بتنافق وبتطبل لناس، خليك طبل لهم تمام يا اسطى. خليك في التوكة بتاعتك، عدلها كده عدلها كده، شوف لك اي حاجة. فمش لك دعوة باللي يخصنا تمام يا اسطى، خليك في اللي يخصك. زي ما قلت زياد كمال ده حدوتة لوحده، حدوتة والله كده. اللاعب نازل تحس ان هو في ايه يا اسطى. الكرة سامسون اكينولا عمل له انفراد مزيكا، شاط الكرة بطريقة رهيبة، رديئة دي بقى. وعايز اقول كلام تاني بس مش قادر الصراحة. الكرة اتصدت رجعت له تاني، راح شايط الهوا ووجع على ده. دي لعيب عايز يثبت نفسه، دي لعيب جايب صفقة عرب 30 معدي 30 مليون. هو ده اللي هيكسر الدنيا. ما انت لو عندك امكانيات وزعلان ان انت قاعد برضه ما تنفعش في نادي الزمالك والله. انت لو هتنزل تقاتل محمد شحاتة، كل الدنيا اجمعت عليه ان هو لاعب رائع وهيكون مستقبل خط وسط نادي الزمالك، وبرغم كده المدرب العنيد ده مش عارف، مش معتمد عليه ليه. بس بينزل اي وقت، بينزل بيقتل نفسه في الملعب، عشان كده الناس حباه. انما انت في الضياع. مش هطول عليكم، فضلا وليس امر الله. اول مره يشوفنا يا ريت يشترك في القناه وتبخل علينا باللايك الجميل، واكتب لنا رايك في الكومنتات.